Kwamitin limaman Juma'a na garin Abuja da kewaye na ci gaba da gudanar da taronsa da limamai a kowane mako kamar yadda aka saba, a ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin limaman na Juma'a da ke garin Abuja da kewaye, Sheikh Dr. Imam Tajuddin Muhammad Adegun. نوفق بين هذا وذاك لأن الآية هي عامة في هذا الشأن والحديث خصص الأمر، ولذلك صاحب الكتاب يدلل بالبرهان القاطع على أن هذه الآية عامة والحديث خصص الآية بأنه يمكن الابن يرث والده والوالد يرث ابنه أو أخته أو ما دامهم على ملته. Wanda ke jagorantar ragamar zaman a kowane mako. Zaman yakan gudana ne a masallacin Zontiri wato Lababidi da ke birnin tarayyar ta Abuja. Zaman yakan kunshi abubuwa da dama a gefen ilmantarwa, nuraswa da ma tunatarwa, wanda suka shafi addinin musulunci da ɓangarori da dama. الحديث تأمر النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقاتلوا حتى يسلموا بعد أن أسلموا يصلوا ويزكوا. طيب، والآية تأمر بقتالهم كذلك حتى يقدموا الجزية، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هناك فرق بين إيتاء الجزية، لأن الكافر قد يبقى على كفره ويؤتي ماذا؟ الجزية. إذن هناك فرق بين الحديث والآية، أيهما عام وأيهما خاص. الحديث عام والآية تخصص، كأنها تقول يا أيها الحديث اكتفي بإيتاء الجزية حتى إن لم يسلموا اتركوا قتالهم إذا قدموا ماذا؟ الجزية. ولذلك لا يمكن باسم الوسطية الإسلام أن تغير هذه النصوص. النصوص لا تتغير إلى أن تقوم الساعة. الناس هم الذين يتغيرون لدافع إيمانهم، والقتال يبقى لأن الله كتب على هذه الأمة القتال كما كتب على الأمة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأصوليين يقولون متى ما وجدت كتب في القرآن الكريم يعني به فرida. Haka zalika, akan tattauna muhimman abubuwa da kuma muhimman batutuwa game da ilimin shi kansa limanci. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث واضح جدا، وكما مر به بعض الأئمة هذه القضية أنا لا أرى، لا ينبغي لأي صحابي أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وهذه القضية طلاق ثلاثة في كلمة واحدة. هناك كتب الحمد لله. Ilimin rabon gado, sulhu tsakanin ma'aurata, raya makarantu da tarbiyyantar da al'umma. Ai shi ba annabi bane wannan. انظر يا مشايخ، لا تأتي بأي سنة هنا لكي تجيز ما قاله. ينبغي أن يكون رجلا ليس مترجل. الرجل في مقام الزواج يثبت بأنه رجل. يا جماعة إن أردتم هي لا تعمل، حتى إن ملك الشهادة من هنا إلى بريطانيا لا تعمل. خلاص يقولون ما نزوجك، انتهى الأمر. لكن هو وافق وهو إمام المسجد، وعندما رأى الناس تخرج تتبرج يقول لا، تكون مشكلة يا إمام. ولذلك قضية بريرة هنا لا تثبت هنا، لأنه هو ليس بنبي. السنة هنا يعني هو ينبغي أن يقول الحق، أتزوج منك ولكن لا تعمل. إذا كان عندي أموال أوتيك، وإذا كان ما عندي نحن هنا الزواج تكون لله في سبيل الله. فلو فعل هذا يكون أفضل له يا شيخ. ويختار حيث يريد، يعني لمن ترضون دينه وخلقه. هذه هي
هذه المسألة. والأمر الثاني أيضا، لذلك فعندما أفكر أن كما قال الشيخ يعني البكويات هذه، لذلك ترى يعني في السابق كبار السن لا يريدون أن يجعل يعني بناتهم في المدارس يعني مثل هذه الأمور، لذلك يتجنبون. وهم أيضا يرون هذه أيضا مشكلة آخر، لكن أحيانا يعني مثل التخلف، يعني هم يرون كأنها تخلف، لكن هذه الأمور كلها يتعلق بالشخص نفسه. أحيانا هو يرى لابد أن يتزوج هذه المرأة أو هذه البنت، هذه مصيبة. يعني هناك أمور اختيار، إنك يعني أنت تختار أي ما تشاء. يعني هناك زوجات يعني زوجات أو البنات، يعني هناك فيما يتعلق بخلق أخلاق يعني خلقهن، وأيضا بالنسبة للمال أو النسب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يختار فيما يناسبه. لكن مشكلتنا نحن إذا رأينا واحدة خلاص يعني الإنسان يجن، يعني لابد أن يتزوج. هذه هي أكبر مشكلة يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نشكر الله تبارك وتعالى الذي أتاح لنا الفرصة كي نشارك في هذه الجلسة الطيبة المباركة. ومن ثم عرفت بأن كل إمام الذي شارك يعني هذا الدرس اليوم على الحقيقة يعني استفاد فائدة تامة، لأن الدرس فيه فوائد وفيه ثمرات. ونائب الأمين يعني نائب الأمير ذكر بعض ثمرات يعني الدرس. جزاكم الله خيرا، درس شيق جدا. نشكر الله تبارك وتعالى ونشكر أميرنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد له قوة الإيمان والعلم المبارك. أيها الإخوة، كما يعني كتب هنا، أولا الدرس القادم مصطلح الحديث إن شاء الله. الشيخ المصطلح إمام السنة وهو موجود، دخل يعني عن قريب، لكن ليس متأخر، إنما هو فقط يعني جاء، لا أدري ماذا أقول. نعم. ثم العذر من أمين العام الشيخ إسحاق، نعم أيوة عذر له، يعني لم يأتي وهو ما زال في كدونة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له، وغيره من الأئمة مثل إمام بكري أنجبت له يعني مولودة يعني الأنثى اليوم. ومن ثم إذن وما جئل النائب نائبا كما يقول الأصوليين، وما جئل النائب نائبا إلا لينوب وناب صاحبه. إذن أنوب يعني مكان الأمين العام إن شاء الله. هناك ضيوف كرام الإخوة، يعني شيخان أمران من كانوا كما ترون، يعني الذي كان يعمل مع وسيلة الإعلان يعني أفريكا تي في نيو، أيوة أفريكا تي في حوسة نيو. نعم، أمران كبيران شيخان من كانوا. ثم هناك الضيف الكريم، أيوة الإمام بروفيسور عبد الله، أوكي لم يأتي بعد، من جامعة النهد يعني من جمهورية نيجر، لكن لم يأتي بعد. نعم. ثم كما ذكرنا الإمام بكري يرزق بمولود إن شاء الله الأنثى اليوم. ثم قضية الاستعمار سنسمعها يعني من الأمير إن شاء الله. ثم هناك كتيبات سنسمع مزيد من البيان من الأمير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عفوا، كما سمعتم أن نتوقع أن يأتينا الشيخ الفاضل بروفيسور الأستاذ عبد الله عبدو، وهو رئيس الجامعة النهضة في إنجمي في نيجر، لكنه لم يحضر. لو حضر لألقى كلمة بسيطة هنا، لم يأتي. أما هذه الرسالة كتبه واحد من الأساتذة الإسلامية في المنار، وكانت توزع للأئمة ولا يمر علينا جميعا. من وجد جزاه الله خير، ومن لم يجد كذلك جزاه الله خيرا. طيب، كما علمنا أن اليوم
walhamdulillah. Man wajada yahmidullah wa man lam yajid kadhalika yahmidu. Jazakumullah. Haɗa kan 'yan ƙasa, mu'amalolin yau da kullum, haƙƙin makwabtaka, kasuwanci da cinikayya, filin wasa ƙwaƙwalwa domin ba da horo na musamman ga limaman. أحاول أتلخص لكن الأول استعمرنا أو استعمرنا ونظن بأننا استقللنا. الذي أقول صراحة ينبغي أن يكون من ضمن خطبنا غدا شيء ملموس. نشكر الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في السنة ندعو للرؤساء، لكن الحق أحق أن يقال. في مشاكل الجوع والخوف حتى الآن. Tambayoyi da amsoshinsu domin nishaɗantarwa kai da dai sauransu. نشكر للأخوين الكريمين مشايخ من كانوا Sheikh Umar wa Sheikh Umar, jazakumullahu khair. Daga bisani Dr. Imam Sheikh Tajuddin yana yin kira ga limaman na Abuja da kewaye a ƙarƙashin wannan kwamiti nasa da su ci gaba da jajircewa dare da rana tare da nuna dattako a cikin wakilcin wannan kwamiti a duk inda suka samu kansu. Haka kuma yana miƙa saƙon godiyarsa da fatan alkhairi ga ɗaukacin limaman garin Abuja da kewaye, da fatan Allah ya karɓi wannan aiki nasu ya kuma saka shi a kan mizani. Daga ƙarshe ya yi addu'o'in fatan alkhairi ga ƙasar Najeriya da kuma fatan samun shiriya ga shugabanni da sauran al'ummomi baki ɗaya, kuma ya yi fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya baki ɗaya.